أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن افتتاح جسرين مهمين. الأول يأخذك من شارع الأصايل متوجه شمالا، يعدي شارع عود ميثا ويوصلك إلى شارع نادي الوصل. أما الجسر الثاني فيأخذك من شارع نادي الوصل على شارع الخيل، يعديك باتجاه الشمالي ويوصلك بشكل مباشر إلى معبر الخليج التجاري. وهذا المشروع مهم جدا. انت عارف انك اليوم تقدر تطلع من الخليج التجاري او الداون تاون مرورا بشارع الاصايل، تعدي من قصر زعبيل وصولا الى شارع عود مويثا بجسر، وتنزل في شارع نادي الوصل، وتطلع من شارع نادي الوصل على شارع الخيل مباشرة الى معبر الخليج التجاري، وتروح الى ديرة وصولا الى الامارات الشمالية للناس اللي حابة. فصارت العملية اسهل بكثير من السابق. وقريبا إن شاء الله في أعمال جسر سارية بالعكس تأخذك من شارع الخيل جنوبا وصولا إلى الأصايل بإذن الله خلال الفترة القادمة. ما في شك أن تطوير البنية التحتية تأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد وعلى القطاع العقاري بشكل خاص. وأكثر المستفيدين بطبيعة الحال هم الخليج التجاري والداون تاون ومنطقة الجدال. وكان معكم عبد الله عبد القادر من برو بوينت، ولا تنسوني من لايك والشير، ونراكم على خير.